ملخص كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، ستيفن كوفي. الجزء الأول: مقدمة. علاش كاينين ناس كينجحو باستمرار؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش عمرك تسألتي علاش كاين شي ناس مهما كانت الظروف صعيبة كيبقاو منظمين، ناجحين وعارفين شنو باغيين من حياتهم؟ وفي المقابل كاين ناس كيخدمو بزاف ولكن كيبقاو كيدورو في نفس البلاصة. الفرق في الغالب ماشي في الذكاء، وماشي في الحظ، وماشي حتى في المال. الفرق الحقيقي كيكون في العادات اليومية اللي كيعيشو بها. كل نهار كنقومو بعشرات القرارات الصغيرة: شنو غادي نديرو، كيفاش غادي نهضرو مع الناس، كيفاش غادي نستغلو الوقت ديالنا. هاد القرارات الصغيرة هي اللي كتصنع حياتنا مع مرور الأيام. بزاف ديال الناس كيقلبوا على حلول سريعة: باغي ينجح في الشهر، ولا يولي منظم في النهار، ولا يبدل حياته كاملة دفعة وحدة. ولكن الواقع مختلف. التغيير الحقيقي كيبدا بخطوات صغيرة كتكرر كل نهار حتى كتولي جزء من الشخصية ديالك. اليوم غادي نهضروا على 7 عادات بسيطة في الفكرة ولكن قوية في التأثير. إلا حاولتي تطبقها بالتدريج غادي تساعدك تولي أكثر تنظيم، أكثر هدوء، وأكثر قدرة على تحقيق الأهداف ديالك. المهم هو ما تحاولش تبدل كل شي مرة واحدة، ركز على عادة واحدة، طبقها باستمرار، ومن بعد زيد اللي من بعدها. مع الوقت غادي تلاحظ أن طريقة التفكير ديالك تبدلات، والقرارات ديالك ولات أحسن، والنتائج غادي تبدا تبان. في الجزء الجاي غادي نبداو بأول عادة، وهي عادة كتفرق بين الإنسان اللي كيسوق حياته بنفسه والإنسان اللي كيخلي الظروف هي اللي كتسوقو. كن مبادرا. الجزء الثاني: العادة الأولى: كن مبادرا. أول عادة هي كن مبادرا. شنو كتعني تكون مبادر؟ ببساطة كتعني أنك تكون أنت المسؤول على الأفعال ديالك والقرارات ديالك، وما تخليش الظروف أو الناس يتحكموا في حياتك. بزاف ديال الناس ملي كيوقع ليهم مشكل أول حاجة كيديرو هي اللوم. كيقولوا السبب هو الخدمة، أو السبب هو الوقت، أو السبب الناس اللي دايرين بينا. ومع الوقت كيوليو مقتنعين أن حياتهم ما عندهمش السيطرة عليها. أما الشخص المبادر كيطرح سؤال مختلف: شنو نقدر ندير أنا باش نحسن هاد الوضع؟ تخيل جوج ديال الناس خدموا في نفس المكان وعندهم نفس المدير، الأول كيبقى كل نهار كيشكي وكينتظر الظروف تبدل، والثاني كيحاول يتعلم مهارات جديدة ويحسن طريقة الخدمة ديالو ويقلب على فرص أفضل. بعد مدة غالبا الثاني هو اللي غادي يتقدم. المبادرة ما كتعنيش أن كل شي غادي يكون ساهل، ولكن كتعني أنك تركز على الأمور اللي تقدر تغيرها وما تضيعش طاقتك في الأشياء اللي خارج السيطرة ديالك. إلا كان الجو خايب ما تقدرش تبدلو، ولكن تقدر تبدل طريقة تعاملك معاه. إلا وقع لك مشكل ما تقدرش تمحيه، ولكن تقدر تختار كيفاش غادي تتصرف. كل مرة كتختار رد فعل هادئ وعاقل راك كتقوي الشخصية ديالك. جرب من اليوم ملي يولي شي موقف مزعج، قبل ما ترد بسرعة وقف لحظة وسول راسك: شنو هو أحسن تصرف نقدر نديرو دابا؟ هاد السؤال البسيط يقدر يبدل بزاف ديال القرارات ديالك. تذكر دائما الأشخاص الناجحون ما كينتظروش الظروف المثالية، ولكن كيصنعوا أفضل نتيجة بالوسائل اللي عندهم. وفي الجزء القادم غادي نهضروا على عادة مهمة جدا: ابدأ والغاية في دينك، وكيفاش تحدد الاتجاه الصحيح قبل ما تبدأ الرحلة. الجزء الثالث: العادة الثانية: ابدأ والغاية في دينك. تخيل أنك ركبتي السيارة وبديتي السياقة بسرعة، ولكن ما عارفش فين غادي. مهما مشيتي ومهما صرفتي من الوقت والبنزين، في الآخر غادي تكتشف أنك ما وصلتي حتى شي بلاصة اللي كنتي باغي.
وهذا بالضبط هو اللي كيوقع مع بزاف ديال الناس، كيخدموا طول النهار، كيجريو من مهمة لمهمة، ولكن عمرهم ما وقفوا سولوا راسهم شنو هو الهدف الحقيقي ديالي. العادة التانية كتعلمنا أن أي نجاح خاصو يبدا بصورة واضحة في العقل. قبل ما تبدا خاصك تعرف فين باغي توصل، سول راسك شنو هي الحياة اللي بغيت نعيش، شنو الإنسان اللي بغيت نولي، شنو القيم اللي بغيت الناس يعرفوني بها. إلا كان عندك جواب واضح القرارات اليومية غادي تولي أسهل. مثلا إلا كان الهدف ديالك تولي شخص بصحة جيدة، غادي تولي كل وجبة وكل تمرين قرار كيقربك من الهدف. وإلا كان الهدف ديالك تولي إنسان متعلم، غادي تخصص وقت كل نهار للقراءة أو التعلم، إلا كان غير 20 دقيقة. المشكل هو أن بزاف ديال الناس كيعيشوا على حساب الظروف ماشي على حساب الأهداف. كل نهار كيجاوبوا على المشاكل اللي كتجيهم، ولكن ما كيبنيوش المستقبل اللي باغي. خصص وقت وخذ ورقة وقلم وكتب فين باغي تكون بعد 5 سنوات، شنو المهارات اللي خاصك تتعلم، شنو العادات اللي خاصك تبدا فيها من اليوم. ما خاصش تكون الخطة كاملة من الأول، ولكن خاص يكون عندك اتجاه واضح. تذكر السفينة اللي ما عندهاش وجهة أي ريح غادي تجرها، أما الإنسان اللي عارف الهدف ديالو حتى إلا تأخر غادي يبقى كيمشي في الطريق الصحيح. وفي الجزء القادم غادي نهضروا على عادة كيعتبروها بزاف ديال الناس سر النجاح الحقيقي. قدم الأهم على المهم، وكيفاش تنظم وقتك باش تحقق نتائج أكبر بدون ضغط مستمر. الجزء الرابع العادة الثالثة، قدم الأهم على المهم. دابا بعد ما عرفنا خاصنا نكونوا مبادرين، وخاص يكون عندنا هدف واضح، كيبقى سؤال مهم: كيفاش نستغلوا الوقت ديالنا بالطريقة الصحيحة. بزاف ديال الناس كيقولوا ما عنديش الوقت، ولكن الحقيقة هي أن كل واحد فينا عنده نفس 24 ساعة في اليوم. الفرق ماشي في عدد الساعات، ولكن كيفاش كنستعملوها. كيكون عندنا نهار كامل ولكن كنضيعوه في التليفون ولا في التطبيقات ولا في حوايج ما كيزيدوش حياتنا حتى خطوة للقدام، ومن بعد كنحسو بالندم وكنقولو النهار داز وما درت والو. الشخص الفعال كيبدا بالأمور اللي غادي تقربو من أهدافو، حتى إذا كانت صعيبة ما كينتظرش حتى تجيه الرغبة، بل كيعتمد على الانضباط. تخيل طالب عنده امتحان بعد أسبوع، يقدر كل نهار يقول غدا نبدا، ولكن كل مرة كيأجل كيزيد عليه الضغط. أما إلا بدا من اليوم حتى بساعة وحدة غادي يلقى راسو مستعد وأكثر هدوء. ونفس الشي في الخدمة أو في المشروع أو حتى في الرياضة. ما خاصكش تسول راسك شنو عندي الرغبة ندير دابا، ولكن سول شنو هو أهم شيء خصني نديرو دابا. هاد السؤال يقدر يبدل النهار كامل. طريقة بسيطة باش تنظم وقتك هي أنك كل ليلة قبل ما تنعس كتب 3 ديال المهام المهمة لليوم اللي من بعد، ومنين تفيق ابدأ بأول مهمة قبل ما تغرق في الإشعارات والرسائل. غادي تلاحظ أن الإنتاجية ديالك غادي تزيد، وغادي تحس براحة أكثر، لأنك كل نهار كدير خطوة حقيقية نحو الأهداف ديالك. وتذكر النجاح ما كيجيش من إنجاز 100 حاجة صغيرة بلا قيمة، ولكن كيجي من إنجاز الأشياء اللي فعلا كتفرق في حياتك. وفي الجزء القادم غادي نهضروا على عادة جميلة كتبدل طريقة التعامل مع الناس، وهي فكر بمنطق المكسب للجميع، وكيفاش تقدر تربح العلاقات ديالك بدون ما يكون واحد رابح وواحد خاسر. الجزء الخامس العادة الرابعة، فكر بمنطق المكسب للجميع. بزاف ديال الناس كيشوفوا الحياة بحال المباراة، إلا ربح واحد خاص الآخر يكون خاسر، ولكن هاد التفكير كيخلق المشاكل سواء في العمل أو في العائلة أو حتى بين الأصدقاء. الإنسان الفعال كيعرف أن النجاح الحقيقي ماشي هو تربح بوحدك، ولكن تلقى حلول يستافد منها الجميع.
تخيل أنك خدام مع زميل في مشروع، إذا كان كل واحد باغي يبان هو الأفضل غادي يوقع التنافس والمشاكل ويمكن المشروع كامل يفشل. ولكن إلا فكرتوا كيفاش تعاونوا وتستغلوا نقاط القوة ديال كل واحد، النتيجة غادي تكون أحسن للجميع. حتى داخل الأسرة نفس الفكرة، إذا كان كل واحد كيبغي غير رأيه هو اللي يطبق غادي يكتر الخلاف. أما إلا جلس كل طرف يسمع للآخر ويقلب على حل يرضي الجميع، العلاقات غادي تكون أقوى. هذا المبدأ ما كيعنيش أنك توافق على كل شيء أو تنازل دائما، بالعكس كيعني أنك تحترم نفسك وتحترم الطرف الآخر وتقلب على حل عادي. الشخص اللي كيفكر بمنطق أنا وأنت كيخلق العداوة، أما الشخص اللي كيفكر بمنطق أنا وأنت كيبني الثقة والاحترام. قبل أي نقاش أو تفاوض سول راسك واش كاين حل يخلي الطرفين يخرجوا راضيين. غالبا إذا كان الحوار هادئ والنية صادقة غادي تلقى حل أحسن مما كنتي كتوقع. العلاقات القوية ما كتبناش بالغلبة، ولكن كتبنى بالاحترام والثقة والتعاون. وفي الجزء القادم غادي نهضروا على عادة من أهم العادات في التواصل مع الناس: اسمع أولا إلى أن تفهم ثم إلى أن تفهم. وهي عادة قادرة تبدل أي علاقة إلى الأفضل. الجزء السادس: العادة الخامسة: فهم قبل ما تطلب من الناس يفهموا. واحد من أكثر الأسباب اللي كتخلي العلاقات تفسد هي أن كل واحد كيبغي يهضر ولكن قليل اللي كيبغي يسمع. إلا وقع خلاف بين جوج ديال الناس غالبا كل واحد كيكون مركز غير على كيفاش يجاوب وماشي على فهم الطرف الآخر. الإنسان الفعال كيعرف أن الاستماع الحقيقي قوة ماشي ضعف. ملي شي واحد كيحكي ليك على مشكل ديالو ما تستعجلش تعطيه الحل، خليه يكمل كلامه وحاول تفهم شنو كيحس بيه وشنو السبب الحقيقي اللي خلاه يتصرف بهذه الطريقة. بزاف ديال المشاكل كتوقع بسبب سوء الفهم ماشي بسبب سوء النية. تخيل صديق ديالك جا متعصب ورديتي عليه بنفس العصبية، غالبا غادي يكبر المشكل. ولكن إلا سمعتيه بهدوء وخليتيه يعبر على اللي في خاطرو غادي يهدى، ومن بعد يقدر يسمع رأيك هو أيضا. حتى في الحياة الزوجية أو مع الوالدين أو مع الأبناء الاستماع كيصنع فرق كبير. ماشي ضروري تكون عندك دائما الإجابة الصحيحة، ولكن يكون عندك الاستعداد تفهم الناس. من اليوم جرب ملي تكون كتهضر مع شي واحد ركز على كلامه كامل وما تقاطعوش. سول أسئلة باش توضح الصورة ومن بعد عبر على رأيك بكل احترام. غادي تلاحظ أن الناس غادي يثيقوا فيك كتر وغادي يحسوا بالراحة وهما كيهضروا معاك. وتذكر الناس ما كيحتاجوش دائما اللي يعطيهم الحل، مرات كيحتاجوا غير شي واحد يسمعهم بصدق. وفي الجزء الأخير غادي نتعرفوا على آخر جوج عادات وكيفاش تقدر تستمر في التطور ديالك مدى الحياة. مع خاتمة قوية تلخص أهم الدروس اللي تعلمناها. الجزء السابع: تعاون مع الآخرين وطور نفسك باستمرار. وفي الجزء الأخير من بين أهم الدروس اللي يمكن نتعلموها هو أن الإنسان ما كيقدرش ينجح بوحدو. كل واحد فينا عنده نقاط قوة وعنده كذلك نقاط خاصو يحسنها. ملي كنجمعو الأفكار والخبرات ديال أشخاص مختلفين غالبا كنلقاو حلول أفضل من اللي كان يقدر يوصل ليها أي شخص بوحدو. تخيل فريق فيه كل واحد عنده مهارة مختلفة، واحد مبدع وواحد منظم وواحد كيعرف يتواصل مع الناس وواحد كيعرف يحل المشاكل. إذا خدم كل واحد بوحدو النتائج غادي تكون محدودة، ولكن إذا تعاونوا غادي يقدروا ينجزوا أشياء أكبر بكثير. التعاون الحقيقي ما كيعنيش أن الجميع خصهم يكونوا كيفكروا بنفس الطريقة، بالعكس الاختلاف إذا كان فيه احترام كيولي مصدر قوة. أما آخر عادة فهي أنك تخصص وقتك باش تطور راسك باستمرار. تخيل واحد عنده فاس وباغي يقطع شجرة، إلا بقى كيضرب بالفاس وهي ما ماضياش غادي يتعب بزاف ويحقق نتائج قليلة. ولكن إذا وقف شوية ومضى الفاس ديالو غادي يخدم بجهد أقل ونتيجة أفضل. ونفس الشي في حياتنا، خص وقت لصحتك
مارس الرياضة ولو نصف ساعة، اهتم بالنوم وكل أكل متوازن، خصص وقت للقراءة وتعلم مهارات جديدة، حافظ على علاقاتك مع العائلة والأصدقاء وخذ لحظات للهدوء والتأمل ومراجعة نفسك. كل هذه الأمور ماشي مضيعة للوقت، بل هي استثمار يخليك أقوى وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة. ودابا غادي نختمو، إلا بغينا نلخص هاد الأفكار كاملة فهي بسيطة: تحمل مسؤولية حياتك وما تبقاش تنتظر الظروف تبدل، حدد الهدف اللي باغي توصل ليه، ركز كل يوم على أهم الأولويات، قلب على حلول يستافد منها الجميع، اسمع للناس قبل ما تطلب منهم يسمعوك، تعاون مع الآخرين واستفد من الاختلافات ديالهم، ولا تتوقف أبدا عن تطوير النفس ديالك. ما خاصكش تطبق هاد العادات من اليوم الأول، اختار عادة وحدة وابدأ بها، ومني تولي جزء من حياتك انتقل اللي بعدها. التغيير الحقيقي ما كيوقعش بين ليلة وضحاها، ولكن كل خطوة صغيرة كديرها اليوم غادي تقربك من الشخص اللي كتطمح تكون غدا. إلا عجبك هذا الملخص ما تنساش دعم الفيديو بالإعجاب وتشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في ملخص كتاب جديد.